ولسوف يكبر عبد الله ويترعرع في صفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم. وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنهارها في كل قلب من قلوبكم. وعندها سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص لهذه أقسم بالله العظيم أنا حافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. التحديات كثيرة وصعبة، ولكن همة وعزيمة الأردنيين والأردنيات أكبر وأقوى، ونحن على ثقة بأن المستقبل سيكون. تتصدر القضية الفلسطينية أولويات سياستنا الخارجية. هذا الوطن لم يبنى بجهود المتشائمين ولا المشككين، وإنما تقدم وتطور بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته. وسيبقى الأردن العزيز يكتب صفحات جديدة في البناء والتقدم، فالأوطان لا تبنى بالمخاوف والشكوك. على حدود هذا الوطن رجال يحرسون الأردن الغالي، نشامة الجيش العربي والأجهزة الأمنية، حماة الحمى والمسيرة الذين نظروا أنفسهم للدفاع عن أمن الوطن والمواطن. النشامة أخاطبهم اليوم باسم الأردنيين جميعا وأقول لهم: هذا عهدنا بكم، أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا. نحييكم ضباطا وضباط صف وجنودا. وأنا ومنذ أن نظرت نفسي ونظرني الحسين من قبل لخدمتكم، ليس لي غاية في هذه الدنيا إلا رضا الله سبحانه وتعالى وخدمة الأردن العزيز